انا بصوا الحراره بتابعها اول باول. مهم جدا ان انتوا تتابعوا الحراره بتاعه الكتكوت. طبعا هتحطوا ترمومتر عشان يدوكوا القراءه الصح للحراره. ده لو انت جايبه كميه كبيره او عايزه تحطي ترمومتر متوفر عندك حطيه. انا مش متوفر عندي ترمومتر، بس انا بدخل ببقى عارفه الحراره بتاعتهم ايه، وعارفه اذا كان الكتكوت بيبان من شكله. اذا كان الكتكوت بيبقى نايم ومادد بوزه في الارض ومتفرق بعيد عن اللمضه وحاطط وشه في الحيط، تعرفي ان كده الجو حر. بصي الكتاكيت عندي متفرقه اهي، مفيش حاجه ملمومه تحت اللمبه. لو الكتاكيت كلها متجمعه تحت اللمبه يبقى تعرفي ان هم كده سقعانين. انا طبعا عندي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يعني. الكتاكيت كلها بعيد زي ما انتم شايفين بعيده عن اللمبه. فانا كنت مولعه اتنين، واحده 200 وواحده 100. انا دلوقتي هبدا اهدي الحراره شويه، علشان انا كنت ساعه لما دخلت عليهم لقيت الكتاكيت ماده بوزها في التبن كده وقاعده بتنهج بفرهده، فكده عرفت ان الحراره بتاعتهم عاليه. طفيت اللمبه ال 100، مش هطفي ال 200 عشان ما انزلش الحراره مره واحده واتعب الكتكوت. لا، انا هطفي الحاجه البسيطه الاول وانزل الحراره بالتدريج، ما انزلهاش مره واحده يبقى الكتكوت عرقان او حران، وانا ابدا اروح انزل الحراره مره واحده فيسقع مني فيبرد ياخد برد. لا يا جماعه، احنا كده لسه تاني يوم، فلازم نحافظ على الكتكوت ونمشي صح ونعرف ان احنا ازاي ماشيين صح. انا كده بصوا طفيت لمبه اهي باينه معاكم اللي هي ال100، ودي اللمبه ال200 سايباها، وهتابع برضو الحراره. لو حسيت ان الجو لسه حر وهم حرانين انا هبدا اهوي، هفتح اي تهويه او اي حاجه. هشيل مثلا السجاده دي، هشيلها تدي بقى، ده انا مغطياها، هشيلها مثلا تدي تنفس او تدي شويه تهويه ان هي تنزل الحراره شويه. لو حسيتهم ان هم كويسين كده وتمام مفيش اي حاجه، خلاص يبقى انا هكتفي باللمبه اللي انا قفلتها ال100، وهسيب اللمبه ال200 عشان احنا برضو الجو ليل، وبالليل الحراره الجو بيبرد. فهمشي معاكم واحده واحده واقول لكم ايه الصح اللي تعملوه وايه اللي تتبعوه عشان تمشوا الدوره بتاعتكم على اكمل وجه لحد اخر يوم.